اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها، ويلا لان احنا مشوارنا النهارده طويل رحيل على الحدود. محافظتنا محافظه حدوديه، عاصمتها مدينه بتحمل نفس اسم المحافظه. مساحتها كبيره بس للأسف لا يمكن استغلال الكثير منها بسبب وجود أكثر من 16 مليون لغم تركتهم دول أوروبية أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية. ويبقى أنا كده سهلت لكم الحل. مساحة محافظتنا 166563 كيلو متر مربع، 8 مدن، عدد سكانها حوالي 566578 نسمة. بتتميز محافظتنا بشواطئها ذات الرمال الناعمة البيضاء والمياه الهادئة على سواحل البحر المتوسط. انتوا كده عرفتوا احنا فين، بس تعالوا نعرف التاريخ عن محافظتنا بيقول ايه. عرفت المدينة عاصمة محافظتنا في العصور المصرية القديمة كمدينة صيد صغيرة، وعرفت في عهد الإسكندر الأكبر باسم أمونية، وعرفت في عهد البطالمة والإمبراطورية البيزنطية باسم باراتينيون، وفي عهد الدولة الرومانية أطلق عليها اسم باراتينيوم، وأصبحت بناء هاما لتصدير السلع والمحاصيل إلى روما. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية بنى الإنجليز حصنا عسكريا في شرق المدينة عرف باسم حصن باغوش. أما عن تسمية محافظتنا باسمها الحالي فغير معروف بالضبط، ولكن بعض الآراء بترجح أن هناك بعض الشخصيات التاريخية المصرية وبعض الشخصيات التي هاجرت إلى شمال أفريقيا والأندلس والذين استقروا في محافظتنا كانوا بيحملون نفس اسم محافظتنا، مما أدى إلى إطلاق اسم محافظتنا نسبة إلى هذه الشخصيات. فالعديد من الأندلسيين اللي هاجروا إلى شمال أفريقيا وساحل مصر تم إطلاق أماكن نسبة إلى أساميهم زي المرسي أبو العباس من مرسية. أما بقى عن شعار محافظتنا فنلاقيه إن هو بيحتوي على العديد من الرموز. رقم 1 الترس، وده بيرمز إلى الثروة المعدنية اللي موجودة في محافظتنا. 2 الغزال القافز ناحية الشرق، وده بيرمز إلى البيئة الصحراوية واللي بتحتوي على حيوانات نادرة منها الغزلان. 3 النخلة، ودي بترمز إلى واحد سيوة واللي فيها أجمد أنواع الطمور. 4 برج التعدين، وده بيرمز إلى حقول البترول والغاز الطبيعي اللي موجودة في محافظتنا. رقم 5 الأرض، وده بيرمز لأن الأرض التي يمكن استغلالها وتحقيق مكاسب عالية. 6 الأمواج بتاعة البحر، وده نسبة إلى الشواطئ الجميلة والبديعة اللي موجودة في محافظتنا. 7 غصن الزيتون، وده بيمثل أهم المحاصيل اللي موجودة في محافظتنا. في 15 ديسمبر من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وهو اليوم اللي بيواكب ذكرى معركة وادي ماجد اللي بتعتبر أول ثورة مسلحة في الصحراء الغربية، بمشاركة زعماء وأبناء القبائل البدوية وقيادات وجنود الهجانة بالجيش المصري ضد الاحتلال البريطاني، واللي اندلعت شرارتها في 11 ديسمبر سنة 1915. وتمكن المصريين من قتل قائد القوات البريطانية سانو. أما بقى عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فهو معبد رمسيس الثاني اللي تم اكتشافه سنة 1942، وهو عبارة عن أطلال لمعبد رمسيس الثاني بيعود تاريخه إلى الأسرة السادسة والعشرين. كمان هنلاقي من ضمن المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا منطقة جبل الموتى، واللي هي عبارة عن عدة مقابر منحوتة في الصخر، 4 منها بتحتوي على مناظر ملونة وهي مقابر آمون. كمان من أشهر المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا متحف رومل، واللي بيرجع أصل المتحف إلى العصر اليوناني الروماني، وهو عبارة عن كهف موجود في الجبل على شكل حرف يو، يعني مدخله غير مخرجه، وبيتسمى بهذا الاسم نسبة إلى القائد الألماني رومل اللي استقر فيه بعض من الوقت. وكان بيستخدم هذا الكهف لعدة أغراض، منها كقلعة على البحر مباشرة، وأحيانا كان بيستخدم كمخزن للقمح والشعير. كمان هنلاقي من ضمن الأماكن السياحية هي مقابر الدفن الرومانية، وهي مقابر بناها الرومانيين أثناء حكمهم في مصر. كمان محافظتنا بتتميز بالسياحة العلاجية زي الأماكن والبحيرات اللي موجودة في واحد سيوة وكهف الملح اللي موجود في القرية البدوية. وهنطلع شوية كده على العلمين عشان نروح نزور المتحف الحربي اللي بيضم أشهر الأسلحة اللي استخدمتها دول المحور والحلفاء طرفي النزاع بالحرب العالمية الثانية، وكمان نشوف المعدات والخرايط اللي تم استخدامها.
ولو انت مالكش في المتاحف يبقى رايح اكيد عشان خاطر الشواطئ، وهي فعلا شواطئها قمة في الابداع، عجيبة بالعجائب ربنا على الارض، هي فعلا عجيبة. بس اوعى تقع في الغرام في شاطئ الغرام. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟